ورحمة الله وبركاته شباب أولى ثانوي. يلا بينا نكمل الحصة بتاعتنا عادي جدا ولا كأن حصل أي حاجة. النهاردة خلاص ده كده بقى الفيديو التاني اللي هو بارت 2 بإذن الله. ده آخر بارت يعني آخر بارت في الفيديو ده. احنا لسه قدامنا حبة حلوين أنا ونخلص مراجعة إبريل. يلا بينا نبدأ. أول حاجة عندي طبعا خلاص اتفقنا على المالتيبل تشوز كويستشنز. يلا بينا. نانو كومبوسايتس. طيب النانو كومبوسايتس دول اللي هم مين؟ كانوا مين يا مس؟ النانو كومبوسايتس دول كانت من ضمن الاكزامبلز بتاعت ال 3 dimensional نانو ماتيريالز. تاني انا كان عندي اكزامبلز قلت لك لازم نحفظهم اللي هم ال0 وال1 وال2 وال3. تمام؟ طيب اهي النانو كومبوسايت دي من ضمن الانواع بتاعت ال 3 dimensional. طب على السريع كده الزيرو كانوا مين؟ الزيرو ان هم النانو بارتيكلز عادي، النانو جولد والنانو كربون والكلام ده كله. طيب ال1 عندك اللي هي النانو وايرز والنانو تيوبس والنانو فايبرز. طيب ال2 dimensional عندك مين في ال2 dimensional؟ عندك يا سيدي عندك الجرافين قلناها في الفيديو اللي فات، وعندي الثين فيلمز الموجوده برضو في الفيديو اللي فات، وعندك النانو لايرز وعندك اللايرز. طيب مين عندي في ال 3 dimensional؟ اول واحده عندك اللي هي النانو كومبوسايت. مين تاني غيرها؟ عندك البورس نانو ماتيريالز وعندك البولي كريستالاين نانو ماتيريالز. لازم تحفظ الاكزامبلز، لازم تحفظ دي تاني مره او ثالث مره يسالك على اكزامبل من الاكزامبلز اللي عندك. تمام كده؟ يبقى انا عندي النانو كومبوسايت دول مين؟ دي ال 3 dimensional. تاني احنا ليه قلنا على الحاجه ال 3 dimensional اللي انا شايفها بعيني ليه قلت عليها نانو ماتيريال؟ عشان قلت لك ايفن ان المولكيول نفسها كبيره، حتى لو المولكيول نفسها كبيره الديستنس بين المولكيول او الانتر مولكيولر سبيس دي بتبقى ان ذا نانو سكيل، موجوده في النانو سكيل عندي. تمام؟ يبقى برغم او ايفن ان احنا قلنا ان الموضوع ده انا شايف اللينث وشايف الويدث وشايف الهايت وشايف كل حاجه، بس الديستنس بين التو بارتيكلز مالها بتكون صغننه جدا at the nano scale. طيب يلا بينا على question 2. Which type of nanomaterial is best suited for manufacturing المايكروفلتر؟ هبدا اعمل الفلتر بتاعنا. الفلتر اللي احنا بنستخدمه، الفلتر ده بيكون فيه ايه؟ عندي بيكون فيه حاجتين. الفلتر اللي في البيت عندنا فيه حاجتين من النانو. اول حاجه عندك النانو فايبر. طيب النانو فايبر دي يا مس كانت الدايمنشنال بتاعها ايه؟ كانت 2 dimensional، سوري 1 dimensional. طيب وايه كمان؟ كان عندي بعد كده الثين فيلم، والثين فيلمز دي بتكون 1 dimensional. طب تعالى بقى نشوف مين فيهم هنا في التشويس. ال 3 dimensional بورس نانو ماتيريال لا مش عليا. ال 0 dimensional نانو ماتيريالز لا مش موجود فيها. ال 2 dimensional ثين فيلمز موجوده فعلا. طيب هل هي الكوانتم دوتس؟ الكوانتم دوتس دي كانت 0 برضو؟ لا. يبقى انا عندي هختار مين؟ يا اما هشوف الثين فيلم او النانو فايبرز، لان الاثنين بتكون موجوده عندي في الفلتر. تمام كده؟ يلا بينا. طيب question 3. Nano chemistry is concerned with studying change in the properties of the أو at the small scale. طيب ده معناه ايه الكلام ده؟ تعالى افكرك. انا قلت لك من شويه ان البارتيكلز دي او السمول بارتيكلز اللي بتبقى في النانو سكيل ديت بتبدا ان هي تاخد بروبرتيز مختلفه، chemical properties و physical properties according to ايه؟ حاجتين increasing in the surface area of the reaction، وتاني حاجه كان عندي اسمها الكوانتم افكت. يعني ايه كوانتم افكت؟ ان انا ببدا اغير في الفيزيكال بروبرتيز زي الكولر زي الشيب زي الدانستي زي الفيسكوستي زي الميلتنج بوينت، كل الالكتريكال كوندكتيفيتي ما عدا الاتوميك ماس. تمام؟ اللي هي النمبر اوف بروتونز اند نيوترونز توجذر السمشن اوف ذم يعني. طيب تعالى نشوف مين من السنسز ديت يعني بتديسكرايب اللي انا لسه قايلاه ده. manufacturing massive devices عن طريق السمول سكيلز ديت او النانو سكيل ده. انا هبدا ان انا بالماتيريالز دي اعمل ماسيف ديفايسز؟ لا مش هعمل كده. طيب studying البلانيتري موشن ماليش اي علاقه بالبلانيتس. طيب يورانيوم ديكاي ماليش اي علاقه برضو بالكلام ده كله، انا مش عايزه ادخل في التفاصيل دي. انا مهمتي حاجه واحده اللي هي ايه؟ ان انا ابدا اعمل اوبجكتس جديده او ديفايسز جديده او ماتيريالز جديده ببروبرتيز مختلفه ما كانتش موجوده في النورمال سكيل بتاعي. يبقى انا لما اجي هنا هقول ايه؟ in manufacturing and describing in nanomaterials in their various forms.
هيبدا ان هو يكون لي ايه؟ يكون لي بروبرتيز مختلفه. ليه؟ علشان انا وصلت للنانو سكيل. تمام كده؟ طيب يلا بينا على اللي بعده. question 4. If the number of atoms exposed for reaction on the surface of a nanomaterial increase، لو عدد الاتومز اللي موجوده عندي حصل لها increasing، تمام، ده هيبدا يعمل لي ايه؟ تعالى نشوف التشويس. chemical inactivity، مش هيبقى عندي اصلا chemical reaction، لا ده مش هيحصل. طيب a massive increase in chemical activity، طالما الاتومز عندي زادت هبدا ازود الكيميكال اكتيفيتي، دي تحصل. طيب اللي بعده transformation of matter into gas، هيبدا يتحول لجاز، لا ملهوش دعوه. طب هيحصل increasing في الميلتنج بوينت، مش ضروري، ممكن ما يحصلش increasing، ممكن يحصل decreasing، الديبندز على التشينج اللي حصل. فاهم كده؟ يبقى طالما عندي اتومز كتير ده معناه ان انا عملت ايه؟ عملت increasing in the surface area. لما بزود السيرفيس اريا يبقى انا بزود الرياكشن نفسه. تمام؟ بقى عندي اجزاء كتير اقدر ان انا اعمل لها رياكشن. زي مين؟ زي البايو فيول. لما قلت لك ان النانو كربون تبدا ان هي تكفر الالكترودز اللي هي البوزيتيف الكترود والنيجاتيف الكترود اللي هو الكاثود والانود، تبدا ان هي تكفرت ليه؟ عشان تنكريز السيرفيس اريا اوف ذا رياكشن. طيب على اللي بعده نمبر 5. When matter is fragmented، تمام، the relationship between the surface area and the volume، جبت السبستنس اللي عندي ده وكسرته into small fragments. ايه الريليشن شيب between the surface area والفوليوم؟ طب خلينا نمشيها واحده واحده. انا كسرت الحاجه دي يبقى السيرفيس اريا عندي حصل لها ايه؟ حصل لها increasing، يبقى بطبيعه الحال السيرفيس اريا حصل لها ايه؟ increasing. طيب هل الفوليوم بتاعي بيتغير؟ الفوليوم في الماتر بيكون constant will not change، مش هيتغير خالص. يبقى انا لما اجي اختار هنا في التشوز هختار ايه؟ هختار ان السيرفيس اريا will increase، هيحصل increasing في السيرفيس اريا، ولكن الفوليوم بتاعي will not change. تعالى نبص بقى نشوف. the volume is unchanged، دي حقيقه، and the surface area will increase. خلاص وصلنا لها من اول واحده. طب نقرا الباقي. both the volume and surface area decreased، لا ده مش هيحصل. even لو انا مش عارف ان الفوليوم، الفوليوم هيفضل constant، فانا مثلا مش هينفع اختار ان السيرفيس area هيحصل لها decreasing. ده بقول لك عملت لها fragments. تمام؟ طيب the volume decrease، الفوليوم هيحصل لها decreasing and the surface area doesn't change، لا هي السيرفيس area هيحصل لها increasing. تمام؟ وبالتالي الفوليوم مش هيحصل له حاجه. طيب neither the volume nor the surface area is affected، ولا واحد فيهم هيحصل له affection، لا بالعكس السيرفيس area هتبدا ان هي ايه؟ تبدا ان هي تنكريز. يبقى هختار نمبر A. يبقى انا حتى لو انا مش عارف ان الفوليوم مش هيتغير، فانا لو قرات كل التشويسز الباقيه هعرف ان انا مش هينفع اختار غير A. يلا بينا على اللي بعده question 6. نانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي مالها؟ النانو تكنولوجي contributes to biosphere sustainability because، ازاي النانو تكنولوجي بتاثر على البايوسفير بتاعي؟ يلا بينا. relies on polluting materials، هل هي بتعمل لي pollution؟ لا هي مش بتعمل لي pollution. طيب reduce the consumption of energy and resource، هتبدا ان هي تقلل من استهلاكي للانرجي والريسورسز اللي حواليا. ما هي النانو تكنولوجيا. يعني انا لو جيت اتكلمت مثلا هنا على الحته بتاعت البايو فيول سيل دي مثلا، في البايو فيول سيل انا ما خدتش اي انرجي من بره، امال انا خدت الانرجي اللي موجوده عندي جوه في جسمي هي الجلوكوز. طب اكمل. produce toxic waste، هبدا ان انا اخرج toxic waste، لا. use fossil fuel، لا، ما انا لو هستخدم الفوسيل فيول ما خلاص، ما انا بتعب قلبي وعماله اصغر الحاجه للنانو سكيل ليه؟ يبقى انا هختار عندي B. يبقى تاني النانو ماتيريالز دي مهمتها كبيره جدا في ان هي اصلا تريديوس البولوشن اللي موجود عندي. طيب نمبر 7. يلا بينا على نمبر 7. ان دراج ديليفري يوزنج نانو تكنولوجي، لما باجي ابدا ان انا احول الادويه ديت او ادخل الادويه دي جوه جسمي تمشي جوه جسمي. في النانو تكنولوجي بنستخدمها عشان اعملها نانو بارتيكلز. طب يا ترى ليه انا بعمل الادويه في النانو بارتيكلز دي؟ تعالى نشوف التشويسز ونختار ما بينهم. طيب spread the drug throughout the whole body، عشان الدراج يبدا ان هو ينتشر عندي في كل الجسم. طب ما ده غلط، ما انا جيت قلت لك تعالى انا عندي مشكله مثلا زي الكانسر. انا كان التراديشنال بتاعي او الراديشن مثلا لو انا بعالج بالاشعاع او بعالج بالكيماوي او كده، انا كنت بخش الطش في الواقف قدامي، والله انت هيلثي سيل، انت دامج سيل، انت كانسر سيل، انت سيل رايحه الليفر تتكسر، وات ايفر انت مين، انا كنت بمسكك اعجنك. طيب هل انا هنا محتاجه اعمل كده؟ لا. فالدراج ده انا بعملها عشان تروح لمين؟ تروح للسبيسيفيك سيل معينه اللي هي بالتارجت يعني مين من الاخر؟ البيشنت سيل او الان هيلثي سيل. تمام كده؟
يبقى هي مش، انا مش هعملها علشان تبدا ان هي تسبريد في البادي. طيب increase the drug dosage، هل هزود من كميه او من الافكت بتاع الدراج؟ لا. طيب deliver the drug directly to the infected cell، هروح للسيل اللي فيها الانفكشن. انا عايزه اعمل كده فعلا عشان ما ابقاش انا بحط الدواء عمال على بطال كده. طيب prevent its absorption، مش هيحصل له absorption، لا طبعا الدواء لازم يحصل له absorption عشان يبدا ان هو يعالج السيل. يبقى انا تاني انا مش هتدخل في كميه الدواء بالبارتكلز، يعني مش هتدخل في كميه الدواء، انا مش عايزها تبقى سريعه في جسمي. ماشي، هو السرعه شيء مطلوب، ولكن انا محتاج ان هي لما تيجي تعمل سبريدنج في البادي تكون بالتارجت سيل معينه، وفي نفس الوقت انا مش هبريفنت الابسوربشن لان انا محتاج ان هي يحصل لها ابسوربشن. يبقى انا هختار مين؟ هختار سي. طيب نمبر 8 النانو are used in biofuel cells because they، يا ترى ليه هختار البايو فيول سيلز؟ ليه هبدا احط فيها نانو بارتكلز؟ كنت بحط فيها كام حاجه؟ قلنا 100 مره كنت بحط فيها حاجتين، النانو كربون والنانو جولد. طب تعالى نشوف بقى ايه اللي بيحصل هنا. reduce the rate of reaction، هيقلل لي من الريت اوف رياكشن. لا يا عم، ده انا كنت بحط النانو كربون بالذات عشان تعمل لي increasing في الريت اوف رياكشن. لا سوري، بحط النانو جولد، انا اسفه، عشان تزود لي من سرعه الرياكشن. النانو كربون كنت بحطها عشان تنكريز السيرفيس اريا. طيب increasing the rate of transfer of electrons، هتبدا تزودني من ان الالكترونز دي تتحرك من الانود للكاثود. ما هي دي معنى كلمه increasing the rate of the reaction اللي هي كانت بتعملها النانو جولد. طب اللي بعده prevent the oxidation of the reactants، مش هيحصل اوكسيديشن للرياكتنت اللي هو الجلوكوز، لا طبعا ده محتاج يحصل اوكسيديشن عشان اطلع الالكترون دوت يبدا ان هو يتحرك ناحيه الكاثود، بالتالي يعمل لي الكتريك كارنت. طيب inflate the function of enzymes، هلغي الانزيمز، لا مالهاش اي علاقه بالانزيمز. انا كل ده بعمله ليه؟ عشان ابدا ان انا احول الكيميكال رياكشن لايه؟ الكيميكال انرجي اللي موجوده في الجلوكوز لايه؟ لالكتريكال انرجي اقدر ان انا اشغل بيها الديفايسز اللي اوريدي امبلانتد في الجسم. نمبر 9 the function of biofuel cell، الفانكشن بتاعت البايوفيول سيل is similar to the process of the cellular respiration، شبه السيلولار respiration في جسمي. في ايه؟ اول حاجه هل produce energy from the oxidation of glucose؟ بس خلاص وصلت. ما هو السيلولار respiration كان بيعمل ايه؟ كان بياخد الجلوكوز يكسره، قلت لك كان بياخده جوه الميتوكوندريا كده، يقول له تعالى عايزك تتكلم على جنب، يعملوا الاكسيديشن بالاكسجين ويبدا ان هو يطلع منه انرجي ATP، صح كده؟ نفس الكلام بيحصل هنا في عندي فين؟ في البايوفيول سيل، برضو الجلوكوز بيبدا ان هو يتحول ل الكتريكال انرجي عن طريق ان هو بيبدا يعمل له اوكسيديشن، فبيلوز او بيريليز الالكترونز اللي تبدا تروح عندي ناحيه الكاثود. طب هل هي بتكونسيوم ATP مولكيول؟ لا، يعني انا عندي البايوفيول سيلز مش بتديني ATP. طيب ستور انرجي؟ لا برضو. depend in their function on solar system، بيعتمد على السولار سيستم؟ لا مالهاش علاقه بالسولار سيستم. يبقى انا هبدا ان انا اختار ايه؟ ليه؟ عشان بوث هيبداوا ان هم يدوني انرجي من الجلوكوز. انا عندي السيلولار ريسبيريشن بتبدا تطلع لي ATP من الجلوكوز، لكن البايوفيول سيلز هتبدا تطلع لي ايه؟ تبدا تطلع لي الكتريكال انرجي من الجلوكوز. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده question 10. طيب الباكي بولز دي بقى بتعمل ايه؟ قال لي دي يوسفل ان ميديسن، مهمه جدا في الميديسن. تفتكر هستخدمها في ايه في الطب؟ تعالى نشوف. ريزيستنت تو هيت، مالهاش دعوه، انا بقول لك هستخدمها في الطب، يعني انا كدكتور بقى هقعد افكر في الكلام ده، مالهاش دعوه. طيب كان كاري دراجز انسايد ذم، هقدر ان انا احط الدراجز جواها، دي من ضمن الفانكشن بتاعت الميديسن. اللي بعده contain rare materials، بتشيل جواها rare materials مش موجوده، لا مالهاش دعوه برضو. هل هي بتابزورب اللايت؟ لا. يبقى انا لما اجي اختار هنا هختار ايه؟ هختار ان انا محتاج ان انا انقل الدراجز دي، هحطها جوه الباكي بولز، هتخش جوه الجسم تتارجت سيل معينه اللي هي الانفكتد سيل، وتبدا ان هي ايه؟ تعالجها. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده question 11 كاربون نانو تيوبس. قلت لك كاربون نانو تيوبس دي انا سمعتها مرتين في الدرس ده. مره في البايوفيول سيل لما جيت قلت لك ان هي بتكفر او بتكوت الالكترودز، ليه؟ عشان تعملي انكريزنج في السيرفيس اريا. ومره ثانيه لما جيت قلت لك لو انا مثلا فور اكزامبل عندي ادي النيرف سيل بتاعتي فيها دامجنج في منطقه معينه، بروح انا عامل ايه؟ بروح انا جايب الكربون نانو تيوب دي وقعدها هنا. كانت بتعمل ايه يا مس هنا؟ كانت بتعمل از ا بريدج. البريدج ده بيعمل ايه؟ that will transmit the nerve impulse from part to another through الدامج area، عن طريق المنطقه الايه؟ الدامج. فانا هحطها مكان المنطقه الايه؟ الدامج. طيب
تعالى بقى نشوف are used الكربون نانو تيوبز ديت are used in electronic because they are. هستخدمها هنا ليه؟ طيب تعالى اما اسالك سؤال تاني خالص. احنا لما اتفقنا الدرس اللي فات جيت قلت لك ان النيرفس سيستم عندي كنت بقول لك عليه ان هو الكتروكيميكال سيستم. يعني ايه الكتروكيميكال؟ قلت لك ان اصلا النيرف امبلس اللي بيحصل جوه جسمي ده عباره عن كهرباء. ليه يا مس هو عباره عن كهرباء؟ عشان قلت لك انا عندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف. اللي جوه كان بيبقى نيجاتيف، جوه الممبرين بيبقى نيجاتيف، واللي بره بيبقى بوزيتيف في حاله البولاريزيشن. ولما كنت بنقل ده كانت دي بولاريزيشن اللي هو حاله الاكشن بوتنشال لما كنت بوصل لبوزيتيف 40. تمام كده؟ طيب حلو قوي. فانا لما اجي انا عندي مشكله في الاكزن مثلا، او عندي مشكله في الساينابس، وجيت انا رحت حاطط مكانها النانو كربون، ده معناه ايه؟ قال لي معناه بمنتهى البساطه ان الكربون ده جود كوندكتور فور الكتريستي، هيوصل لي كهرباء كويس، بدليل ان انا استخدمته في مكان المفروض يكون فيه الكتريستي. حلو كده؟ طيب فلما اجي استخدم النانو كربون ده في حاجه ليها علاقه بالالكترونيك، هستخدمه ليه؟ عشان هو بيوصل كهرباء كويس. طب تعالى نشوف، هل هو انسوليتور فور الكتريستي؟ لا، ده هو بيوصل كهرباء، بدليل ان انا استخدمته جوه الجسم في منطقه محتاجه كهرباء اصلا. طيب conductors for electricity more than copper، بيوصل كهرباء احسن من الكبر. هو بيعمل كده فعلا. طيب اللي بعده decomposed quickly، لا مش بيتحلل بسرعه. soluble in water، بيدوب في الميه، لا برضه. تمام؟ يبقى انا هبدا استخدم النانو كوبر ده في الالكترونكس بتاعتي ليه؟ علشان هو بيوصل كهرباء كويس، بدليل ان انا استخدمته جوه جسمي. تمام كده؟ وليه يعني ليه ده اللي احنا استشهدنا بيه ان هو بيخش جوه جسمي، فكده هو حاجه كويسه. ان زي ما قلت لك ان النيرف امبلس دوت، او البولاريزيشن والديبولاريزيشن والريبولاريزيشن والريفراكتوري بيريد وكل الكلام اللي شرحته لك المره اللي فاتت دوت، كان ماله؟ كان بيحصل بسرعه جدا. فطالما ان هو قادر ان هو يترانسميت النيرف امبلس بشكل سريع ويعوض مكان الاكزون اللي عندي، يبقى ده معناه ايه؟ ان هو فعلا بيوصل كهرباء كويس اكتر من الكبر. ما انا ما اقدرش احط الكبر جوه جسمي. تمام كده؟ طيب يلا بينا على اللي بعده. question 12. The hardness of copper increase at the nanoscale. ليه الهاردنس بتاعت الكبر بتزيد في النانو سكيل؟ السؤال ده كان في الفيديو اللي فات في السؤال الساي، وقلت لك ساعتها عشان انا لما بعمل increasing في السيرفيس اريا بتمنع او بتبريفنت السلايدنج اوف موليكيولز. بس احنا قلنا مش هنكتب كلمه سلايدنج ان موليكيولز عشان مش موجود عندك في المنهج، ولكن قلت لك ان كل ما الحجم او البارتيكلز بتاعتي بتقل، بتبقى في النانو سكيل، يعني بتبقى ماسكه مع بعضها اكتر، بيبقى صعب ان هي يحصل لها سلايدنج، فبتبقى harder than الاوردينري كوبر. فلما اجي اختار هنا، هل هي بتنكريز النمبر اوف الكترونز ان اتس اتوم؟ هل هي بتزود في الاتوم في الالكترونز؟ لا مالهاش دعوه، هي مش بتلعب لي خالص في الالكترونز جوه. لما بكسر الحاجه انا مش بلعب في اي حاجه من جوه. طيب convergence of molecules، هغير في الموليكيولز؟ لا برضه. طيب increase in the ratio of the surface area to volume، السيرفيس اريا هيحصل لها changing بالذات يعني increasing، لكن الفوليوم مش هيحصل له حاجه. ايوه ده اللي حصل فعلا. طيب increase in the energy of the nucleus in its atom، هل انا دخلت جوه الاتوم؟ ماليش دعوه، الاتوم زي ما هي، والنيوكليس زي ما هي، والبروتونز والالكترونز والنيوترونز كل حاجه جوه شغاله زي ما هي. مين اللي عندي اتغير؟ اللي اتغير عندي السيرفيس اريا، يعني من الاخر الحجم بتاعي، مش الحجم، مش الفوليوم برضه، مش هقول لك الفوليوم، اللي هو الشيب بتاعي من بره اتغير، شكلها من بره اتغير. تمام كده؟ يبقى الكوبر او النانو كوبر ده بيكون harder than الاوردينري كوبر. ليه؟ علشان increasing او because of the increasing in the ratio of the surface area to the volume. طيب اللي بعده question 13. When the size of gold، لما حجم الجولد بتاعي is reduced to the nanoscale، بدأت ان انا اكسر الجولد لحد ما وصلت للنانو جولد بتاعتي، its color change، تفتكر ليه الكولر بتاعه اتغير؟ تمام؟ طب تعالى نشوف. انت كان عندك في الحته بتاعه الكوانتم افكتس دي تو اكزامبلز، اللي هو النانو كوبر اللي في السؤال اللي فات، وقلت لك ان ساعتها بيبقى هاردر ذان الاوردينري كوبر، وعندك الاكزامبل الثاني على التشينجينج ان كولر اللي هو مين؟ النانو جولد. وقلنا ليه ده بيحصل؟ لان كل ما بصغر لتحت، او كل ما بصغر في الحجم يعني، او بوصل للنانو سكيل، ايه اللي بيبدا يحصل عندي؟ ببدا ان انا يبقى عندي بروبرتيز جديده ما كانتش موجوده في الماتيريال العاديه. تمام؟ طيب هنشوف بقى الكولر تشينج ليه. هل because the number of electrons in the atom decrease؟ ما جتش جنب الالكترونز، ما جتش جوه البارتيكلز، كل حاجه يعني انا سايبه كل حاجه، او السب اتوميك بارتيكلز زي ما هي، ما لعبتش فيها. طيب its interaction with light change، ممكن، ما هو اصلا الكولر ده جاي منين؟ الكولر ده جاي عن طريق الانتراكشن اوف لايت.
ما انا بشوف الكولر بسبب اللايت والانتنسيتي بتاعت اللايت والويف لينث اللي بيبدا ان هو يخرجه وكل الكلام دوت. تمام كده، هناخدها في الفيزيكس ان شاء الله بطول وعرض كده في ثانيه وثالثه ثانوي. طيب its density increase، الدنستي هيأثر على الكولر؟ لا ملوش دعوه، هو ممكن الدنستي انكريز بس هل ده بيأثر على الكولر؟ لا. طيب it lose its metallic properties، هتبدا ان هي تفقد الميتاليك بروبرتيز بتاعتها؟ لا، هو لسه ميتال زي ما هو ما حصلوش اي مشكله. يبقى انا المشكله عندي كانت فين؟ المشكله عندي او التغيير عندي حصل فين؟ بسبب ان البارتيكل دي بدات تعمل انتراكشنز مختلفه مع اللايت، بدات ان هي تعكس الضوء بشكل مختلف عن الطبيعي. تمام كده؟ فبالتالي لونها بدا يظهر باشكال مختلفه او بالوان مختلفه. Question 14. The properties of matter change. البروبرتيز بتاعت الماتر بتبدا يحصل لها changing at the nanoscale compared to its properties in the normal state. نفس الكلام. ليه لما ببدا اصغر واوصل للنانو سكيل بتبدا البروبرتيز بتاعتي ان هي تتغير؟ يا ترى ليه؟ تعالى نشوف. هل decrease in mass؟ الماس بتاعي بيتغير؟ لا، الماس بتاعي بيبقى constant بالمناسبه. طيب increasing in the ratio of the surface area to the volume. ايوه، بدا يحصل عندي increasing في الريشيو بتاعت السيرفيس اريا. لما كسرت الحاجه دي لفراجمنت صغيره بدات ان هي تزود لي السيرفيس اريا اوف ذا رياكشن. طيب change in the composition of atoms. الاتومز زي ما هي والكومبوزيشن اللي جواها زي الفل، اطمنوا. اللي بعده decreasing in the temperature of matter. التمبريتشر انا جيت لعبت فيها ماليش دعوه، بالعكس ده التمبريتشر ده اكزامبل، ده يعتبر اكزامبل من اللي تشينجينج. تمام؟ يبقى ليه ده حصل اصلا؟ عشان انا كان عندي تو factors. ايه هما التو factors؟ increasing the ratio of the surface area to the volume، وتاني حاجه كان اسمها ايه؟ الكوانتم افكت. تاني حاجه اسمها ايه؟ الكوانتم افكت. يعني ايه كوانتم افكت؟ يعني changing in the physical properties، بغير في الفيزيكال properties. وطبعا increasing in the surface area قلت لك ان هي بتغير في الكيميكال properties لان هي بتزود لي من الرياكشن. تمام كده؟ الاساي questions. explain. انا كل ما تعطل اعطيها explain. explain the operating principle of neural nanoelectrode. تعالى نفتكر مع بعض. يعني ايه كلمه نيورال؟ تاني قلت لك النيورال دي اول ما بشوفها في اي حته انا بتكلم على النيرفس سيستم. طيب النيورال نانو الكترود كانت الفانكشن بتاعتها ايه؟ قال لي بمنتهى البساطه نفتكر كده، كان انا بيبقى عندي دامجنج في اي منطقه في النيرفس سيستم في النيورونز بالذات، اذا كانت في الاكسون او اذا كانت في الساينابس اند سو اون، دي كانت بتاكت از ا بريدج ليه؟ تو ترانسميت ذا نيرف امبلس. يبقى تاني وات ذا فانكشن او اكسبلين ازاي بيحصل اوبريتنج للنيورال نانو الكترونز. هتكلم اول حاجه عندي على الايه؟ هتكلم اول حاجه عندي على النانو كربون. النانو كربون دي كنت بعمل بيها ايه؟ used to transmit the nerve impulse in damaged area. طيب وما تنساش انا كان عندي النانو كربون ده كان بيعمل ايه كمان؟ والنانو كربون هو نفسه النانو كربون ده كنت بستخدمه عشان جنريت الكتريكال انرجي فروم الكيميكال انرجي، وده اللي كان اصلا بيشغل لي الاجهزه اللي موجوده جوه جسمي. يبقى تاني من ضمن الفانكشنز بتاعته used to generate electrical energy from الجلوكوز او البلاد شوجر، from الجلوكوز to operate the devices. يبقى تاني انا بمنتهى البساطه هبدا اشوف انا النيرف سيستم بتاعي انا بشغله ازاي. بشغله بحاجه اسمها نانو تيوب او نانو كربون. بستخدمها في ايه النانو كربون ديت؟ قلت لك ان النانو كربون دي انا ابدا استخدمها عشان انا عندي دامجنج في منطقه معينه، النيرف امبلس مش عارفه توصل. تمام؟ طيب فانا هبدا ان انا استخدمها از ا بريدج. ليه؟ to transmit the nerve impulse in the damaged area. في المناطق اللي عندي مشكله فيها هو يبدا ان هو ينهيها لي عادي جدا. طيب لان انا قلت لك برضو الحصه اللي فاتت قلت لك ان النيرف امبلس ما بتعرفش تنط، هي بتمشي بس، فهي عماله تمشي في سيريس معينه. بدليل ان احنا لما جينا عند حته الساينابس انا احتجت نيورو ترانسميترز. تمام؟ النيورو ترانسميتر هو كان يفتكر معايا الاسيتايل كولين والنور ادرينالين. قلت لك ان هو بيروح شايل لي كده النيرف امبلس على كتافه ويطلع بره
in the presence of the calcium ions. لما كان الكالسيوم ايونز بتخش في البري ساينابتيك ممبرين، حاسه انا بشرح الحصه تاني. لما كان الكالسيوم ايون بتخش جوه البري ساينابتيك ممبرين وكانت بتطلع لي النيورو ترانسميتر ده، لما يحصل فيوجن ما بين الفيسيكل والممبرين تطلعه لي، هو شايل معاه النيرف امبلس عشان تروح للريسبتور في البوست ساينابتيك ممبرين. فانا قلت لك كده بتاعش نوت، هي بتتحرك ان سيريس. فبالتالي لما يحصل اي دامجنج او اي مشكله في الاعصاب ديت لازم ان انا الاقي حاجه تبقى عامله زي البريدج. ليه هعمل البريدج ده؟ البريدج ده لازمته ايه؟ قال لي ان البريدج ده هيبدا ان هو يخليها تكمل في السيريس بتاعتها، مش هتقف. اوكي. question 2. Explain the nanomaterials have a higher capacity for chemical interaction. يا ترى ليه النانو ماتيريالز دي بتبدا ان هي يبقى عندها كيميكال انتراكشنز كتير جدا؟ بمنتهى البساطه، انا عندي ماتيريال عاديه عماله اكسر فيها اكسر فيها اكسر فيها، بدل ما كنت هعمل الانتراكشن تاني مثلا فور اكزامبل دقيقه واحده. لو انا عندي ادي الماتيريال بالنورمال سكيل بتاعها بالطبيعي بتاعها، ما انا لو هاجي اعمل كيميكال رياكشن للماتيريال ديت انا هبدا ان انا اخد البارتيكلز اللي موجوده بره، تمام كده. لكن لما امسك الماتيريال دي واكسرها واوصلها للنانو سكيل لحاجات قد الاتوم وقد الموليكيول، حاجات انا اصلا ما اقدرش اشوفها بعيني، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها بمنتهى البساطه ان كل بارتيكل عندي جوه الماتيريال هتبدا يحصل لها ايه؟ هيبدا يحصل لها الكيميكال رياكشن. يبقى تاني لو رجعت للسؤال، النانو ماتيريالز ليه بتعمل كيميكال رياكشنز كتير؟ ببساطه because of the increasing and the surface area of the material. يبقى كده لما اجي اكتبها هقول له because of the increasing and the ratio of surface area to volume. خلي بالك الاجابه دي، يعني احنا كل ما هنعطل النهارده هنكتب الاجابه دي، تمام؟ يبقى الكويستشن اي حاجه هيجي يسالني فيها، اي سؤال هيجي يسالني فيه يقول لي انا ليه غيرت في الاوبجكت ده، الماتيريال بتاعتي ليه اتغيرت، الدنيا عندي حصل فيها كده ليه، هقول له الاجابه دي because of the increasing and the ratio of the surface area of the volume. تمام كده، او to the volume. طيب يلا بينا على اللي بعده question 3. Explain why traditional cancer treatments are called a double-edged sword. طيب تعالى نشوف اصلا التراديشنال كانسر تريتمنت ده كان بيعمل ايه. قلت لك الكيماوي او الاشعاعي اللي هم بياخدوه البيشنتس بتوع الكانسر دول بيبدا ان هو يخش واي سيل يلاقيها قدامها يهاجمها يخلص عليها، تمام؟ يبقى هو هدفه حاجه واحده، انا هخش هخلص على اللي موجود جوه. والله السيل دي هيلثي سيل، دي انفكتد سيل، دي سيل مالهاش دعوه، كانت ماشيه في امان الله، ما حدش فيروس معدي مالهاش دعوه، تمام؟ هو ماشي كده اللي يشوفه قدامه هو متارجت ان هو هيقتل في اي حد. طيب لكن اللي بيحصل دلوقتي لا، اللي بيحصل دلوقتي زي الباكي بول مثلا، جيت قلت لك، او سيبك من الباكي بول يا سيدي، الباكي بول احنا قلنا ان هو بيحط فيه دراجز تبدا ان هي تخش جوه تتارجت الانفكتد سيل. انا عندي دلوقتي بعالج الكانسر بالنانو جولد، انا بدخل البارتيكلز بتاعت النانو جولد هي اصلا بتارجت الكانسر سيل، بتارجت الانفكتد سيل. يبقى لما يجي يقول لي ليه التراديشنال كانسر تريتمنت فيها مشكله بالنسبه لي، هقول له because يلا because it affects both healthy and cancer cell. اللي بتشوفه قدامها بتخلص عليه اذا كانت السيل دي انا محتاجها او مش محتاجها، تمام؟ عشان كده بالمناسبه الناس اللي عندها كانسر، البيشنتس اللي عندها كانسر بيعانوا بشكل كبير جدا من الامراض المناعيه. ليه؟ لان الاوقات التريتمنت بتاع الكانسر ده بيهاجم الخلايا المناعيه اللي موجوده جسمه، تمام؟ اللي هي الاميون سيل. فبالتالي حتى جسمه ما بيقدرش يدافع عن اي حاجه تانية. يعني انا ما كنتش قادره ادافع عن الكانسر بس في صباح الفل انا ما بقتش قادره ادافع عن اي حاجه خالص، تمام؟ فبيبقى حتى بيبقوا ضعاف قوي زياده عن اللزوم. يلا بينا على اللي بعده question 4. طيب materials exhibit new properties، هيبدأ يبقى عندها new properties when they reach the nanoscale dimensions less than 100 nanometer. ليه ده بيحصل؟ give reason. ليه ده بيحصل؟ because of the increasing and the ratio of the surface area to الفوليوم. يبقى because المفروض نكون حفظنا بقى خلاص الإجابة دي
because of the increasing in the surface area. ممكن اكتب الفاكتور التاني. ايه هو كان الفاكتور التاني؟ الكوانتم افكت. تمام. and the quantum effect. تمام كده. يبقى لما زي ما اتفقنا سالني على اي حاجه لها علاقه بالبروبرتيز هجيب له على طول سيره الايه؟ السيرفيس اريا. طيب يلا بينا على اللي بعده. question 5. Biofuel cells are considered a biological application of clean energy. ليه بعتبر البايوفيول سيلز دي كلين قوي او بتستخدم كلين انرجي؟ ليه؟ لان هي اصلا بتشتغل بايه؟ هي بتشتغل بالجلوكوز، والجلوكوز ده اصلا ماتيريال موجوده جوه جسمي. تمام. فهو مش بيستهلك حاجه من بره ومش بيخرج لي توكسنز او مش بيخرج لي او مش بيريليز ويست. تمام. يبقى because it use glucose اللي هو موجود already in the body as a source of energy. تمام كده. طيب يلا بينا على اللي بعده. question 6. يلا. The rate of chemical reactions increase. الchemical reaction الريت بتاعها increase in the nanoparticles compared to the normal size of matter. نفس الكلام. افتكر الثيرمال مج لما كان في ايدي عشان مكسره اروح اجيبه تاني. الثيرمال مج قلت لك لما الثيرمال مج انا عندي هو في النورمال سايز بتاعه، ايه اللي بيحصل؟ او في النورمال سكيل ايه اللي هيحصل؟ انا هبدا ان انا اعمل رياكشن مع البارتيكلز اللي موجوده عندي من بره، لكن لما ابدا اكسره للنانو سكيل يبقى انا كده وصلت لايه؟ يبقى انا كده وصلت ان كل بارتيكل هيحصل فيها الرياكشن ده او الكيميكال رياكشن. يبقى لما يجي يقول لي ليه الكيميكال رياكشن بيزيد؟ because of the increasing in the surface area of the particles او the surface area of the matter. يبقى هنا الإجابة because of the increasing of the surface area of the matter. يلا بينا على اللي بعده. question 7. Carbon nanotubes are used in the design of future space elevators. يا ترى ليه في المستقبل هبدأ ان انا استخدم الكربون نانو تيوب في ان انا اعمل السبيس اليفيتور؟ طيب تعالى نشوف هو انا محتاج ايه عشان اعمل الاليفيتور دوت. انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان هو يكون خفيف، ومحتاج كمان ان هو يكون هارد. طيب فبالتالي طالما انا عندي اوبشن او هو جه يعني قرر قرار كده وخد رايي فيه وقال لي انا هستخدم الكربون نانو تيوب، يبقى يا ترى هو هيستخدمه ليه؟ هيستخدمه عشان يخلي الحاجه دي خفيفه فتقدر تطير، ويخليها كمان هارد فتبقى ماسكه نفسها. تمام. يبقى الاليفيتورز بتاعتي او السبيس اليفيتورز هبدا ان اعملها ليه؟ هستخدم فيها الكربون نانو تيوبس ليه؟ هقول له because it will make it هتخليها lighter خفيفة and harder هتخليها أخف وكمان أتقل أو مش تقيلة بقى بالمعنى اللي هي كلمة تقيلة، بس هتخليها إيه ماسكة نفسها كده hard صلبة. تمام. طيب يلا اللي بعده question 8. Nanotechnology is considered a bridge between biology, physics and chemistry in the service of environmental sustainability. Explain. من الآخر بيقول لك إن النانو تكنولوجي دوت أنا بعتبره إن هو زي بوابة كده للبيولوجي وللكيمستري والفيزيكس عشان أقدر إن أنا أعمل environmental sustainability، أقدر إن أنا أخلي الانفايرمنت بتاعي stable وهيلثي وسيف وكل الكلام ده. ليه؟ قال لي بمنتهى البساطة علشان النانو ماتيريالز دي انا بستخدمها ليه؟ انا عماله اطورها كل شويه ليه؟ وتعب قلبي وعماله اقسم الحاجات دي انتو فراجمنتس. ليه بعمل كل ده؟ لهدف واحد، ان انا عايز اوصل في الاخر ان الانفايرمنت بتاعي يبقى سيف وكلين وفي نفس الوقت انا عملت الحاجه اليوسفل ليا. تمام. يبقى هقول له بمنتهى البساطه because the applications
of النانو ماتيريال، سوري، الابلكيشنز بتاعت النانو ماتيريالز دي مالها are هي useful طبعا or useful clean and for sure ان هي safe for the environment. وده الهدف بتاعي في الاخر، ان انا عايز حتى يعني مثلا لو جينا اتكلمنا في البيولوجي، انا عايز ان انا اعالج الامراض دي من غير ما اعمل ويست ماتيريالز. انا عايز في الكيمستري ان انا ابدا ان انا اعمل مواد جديده، وكل ده تساعدني في حاجات تانية. فيزيكس نفس الكلام. يبقى في الاخر كل البرانش بتاعت الساينس بتستخدم النانو تكنولوجي. ليه بتستخدم النانو تكنولوجي؟ لان هي عباره عن يوسفل كلين اند سيف ماتيريالز اقدر ان انا استخدمها للانفايرمنت بتاعي من غير ما ابقى قلقانه ومن غير ما ابقى خايفه. كده احنا خلصنا الفيديو التاني كمان. يعني كده سيادتك معاك من مراجعة ابريل، معاك اول درس في مراجعة ابريل اللي هو ليسون 4 اللي هو النيرفس سيستم، تمام؟ ومعاك ان شاء الله الفيديو ده كمان او الفيديوز دي كمان اللي هي ليسون 5 من الجزء بتاع البايوسفير. ان شاء الله بدايه من الفيديو الجاي هنبدا في يونت جديده اللي هي اليونت بتاعه الليثوسفير. احنا كنا متفقين ان انا عندي 4 سفيرز، اخدنا 2 منهم الترم اللي فات، والترم ده ان شاء الله هنكمل الاثنين التانيين. خلصنا البايوسفير بكل الديتيلز بتاعته، وبدأنا أو هنبدأ إن شاء الله الفيديو الجاي في الليثوسفير. ذاكروا كويس وراجعوا كويس وقفلوا اليونت دي بقى خالص خلاص، لان احنا زي ما قلت لكم احنا مش هنلحق نذاكر بعد امتحان ابريل، فاحنا محتاجين نقفل اليونت بتاعت البايوسفير دي عشان وانس ان احنا نبدا في اليونت بتاعت الليثوسفير نكون كل حاجه معانا نوعا ما ملمومه. تمام، اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.